كتير من الأطفال أول ما بنقول لهم خلاص رمضان قرب باقي كام يوم، أو خلاص إحنا في رمضان أهو، يا الله هنجوع وهنعطش وهنتعب والله، وخلاص هم يعني رمضان عندهم يا دكتورة إن هو جوع وعطش. طب إزاي بأسلوب تربوي صحيح وبسيط ومتدرج أعرف ولادي بالصيام، بعيدا عن الجوع والعطش بقى، مش هو تعب وبهدلة إن إحنا يعني بنتعب ونتبهدل وبنصوم، ممكن نروح المدرسة كمان ونخرج ونعمل كل حاجة وإحنا جعانين وتعبانين. إزاي أغير المفهوم ده تدريجيا عند الولاد؟ حلو، خلينا من التدريج الاسلوب اللي حضرتك تفضلتي فيه. احنا مشكلتنا ان احنا كتير جدا بنتعامل مع الحياه في مواقف الحياه لانها مفاجاه. يعني مم. اتفاجئنا ان رمضان وصل واحنا لازم نصوم ولازم نبطل اكل طول اليوم. أيوه. الكلام ده أيوه. يعني بالمنطق مم. ما ينفعش. مم. احنا موضوع حكايه ان ما فيش تمهيد لسواء الطاعات او حتى الامور الاعتياديه الحياتيه تبقى كارثه. الطفل لا يستوعب على الاطلاق موضوع ان انت تنقليه من مكان لمكان، من حال الى حال، من ظرف الى ظرف، من دون ما يبقى في تمهيد. احنا مم. الكبار نفسنا نحتاج الى تمهيد. حتى في دعوه الله سبحانه وتعالى للناس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبلغ كان بيبهد. عشر مفيش سنة. حاجه اسمها بدخل دخل مفاجاه. فرمضان احنا عارفين ان هو هيجي امتى، فبتبقى في تجهيزات قبل رمضان بحوالي مم. شهر كده او 15 يوم. نبدا بنعمل فيه تجهيزات مكانيه وفي تجهيزات نفسيه. فالطفل نفسه لما بنقول له احنا بعد اسبوعين هيبقى في رمضان، وينزل مع الام او الاب او الاثنين مع بعض للسوق، يشتري فوانيس، يشتري زينة رمضان، يشتري شنط رمضان هنحط فيها الهدايا اللي هنهدي فيها جيراننا، اللي مم. هنهدي فيها ارحامنا. فهو بيبدا بيتهيأ نفسيا ان في حدث رائع جميل احنا بنحتفل به، احنا بنستعد له، احنا عندنا استعداد ان نعيش هذا الجو الطيب. فلما بنخلص من التهيئات والتقدمة، لأن رمضان جاي بهذه الأشكال المادية أو بهذه الاحتفالات المادية، أن يسأل اللي هو إيه رمضان. ما هو شيء طبيعي إنه يسأل إيه رمضان، خاصة اه. لو كان لسه طفل صغير. هنبدأ نعرفه إن إحنا بنمتنع عن الأكل وعن الشرب فترة صغيرة خالص. هو إدراك الطفل لو كان صغير إدراكه، لأن أنت بتصومي من الفجر لغاية مم. المغرب، إدراك مش واضح. فأنت لما بتقولي له أنا همتنع عن الأكل والشرب فترة صغيرة، هو ما يعرفش الفترة الصغيرة دي قد إيه. فلما بتبدأي بقى تقولي له إحنا طب يقول لك أنا هصوم، بس لا لما تكبر لا هصوم، نعمل عملية تحفيز. فبنبدأ نعمل مع إيه؟ إن نبدأ خلاص أنت هتصوم معنا، هنصحيك مم. على السحور، مم. هتتسحر، هتاكل معنا اللقمتين، هتصوم. أول ما يصحى يقول لك أنا جعان، خلاص أنت كده تصوم مم. تاني. ونبدأ نعوده التدريج في موضوع ياكل شوية